بالعكس، لما اقترح عمر رضي الله عنه أن يقاتل المشركين في مكة في عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، في صلح الحديبية منعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى رأيه. الذي حصل أنه في العام السادس من الهجرة في صلح الحديبية تصالح المسلمون مع كفار قريش في صلح شهير، وكان من بنوده أن قبيلة خزاعة دخلت، من نتائجه قبيلة خزاعة دخلت في حلف المسلمين، وقبيلة بنو بكر دخلت في حلف قريش. والاتفاق ينص أن الاعتداء على خزاعة هو اعتداء على المسلمين، والاعتداء على بني بكر هو اعتداء على قريش. فقام بنو بكر بتعاون وتمالك من قريش فاعتدوا على قبيلة خزاعة، فهربت قبيلة خزاعة إلى مكة إلى الحرم، فلم يسلموا من القتل وقتل منهم كثير في الحرم. هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة وينهي وجود المشركين فيها، وأخبر الصحابة بذلك، لكنه لم يخبرهم أنه يريد فتح مكة بالذات، أخبرهم أن يجهزوا أنفسهم للخروج للغزو، وأن يجمعوا قدر ما يستطيعون من متاع وعتاد وسلاح وأشخاص. هناك حادثة حصلت، أن صحابيا جليلا هو حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أرسل رسالة إلى كفار مكة مع امرأة من الأعراب يخبرهم بالذي يعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شاء الله عز وجل أن تفشل الخطة وأن يقع الكتاب في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي حاطب واقفا أمام النبي صلى الله عليه وسلم في جريمة صنفها عمر بن الخطاب بأنها خيانة عظمى، أن تخبر الأعداء بما يعزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قتالهم وغزوهم خيانة عظمى. واقترح عمر رضي الله عنه أن يقطع رأس حاطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره: لا يا عمر، إنه ممن شهد بدرا، أي حاطب شهد غزوة بدر، ولعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لكن لابد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف ظروف وملابسات ما أقدم عليه حاطب. فحاطب رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرتد عن الإسلام ولم يتزعزع إيمانه، لكن المهاجرون في كل واحد لهم من يحمي أهل بيته في مكة، والأنصار أهلهم في المدينة، فلن يتضرر هؤلاء ولا هؤلاء. لكن أنا من مكة ولست منهم، يعني هو ليس من مكة لكنه يسكن في مكة، وأهله الذين في مكة ليس لهم من يحميهم، فربما بفعله هذا أراد أن يحمي أهله، أن يكون له يد عند قريش فلا تمس أهله بسوء. فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الله عز وجل قد يكون قد غفر له، لأنه ممن شهد بدرا. فهذه حادثة. النبي عليه الصلاة والسلام تجهز وانطلق ب10,000 مقاتل إلى مكة، بعد أن جاء أبو سفيان زعيم مكة وأحد زعمائها وكان مشركا آنذاك إلى المدينة محاولا استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتح صفحة جديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، حتى أنه لجأ إلى علي فلم يجبه، ولجأ إلى أبي بكر للواسطة فلم يجبه بشيء، لا بسلبا ولا إيجابا، فلجأ إلى عمر. فعمر كان جوابه حاسما: لو أني لم أجد إلا صغار الذر، يعني النمل الصغير، لأقاتلكم به لقاتلتكم به.
وهذا كان حسم من عمر أنه لا واسطة مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه. فخرج أبو سفيان من المدينة إلى مكة وهو شبه يعلم أن هناك أمر جلل سوف يحدث في مكة في هذه الأيام. انطلق الجيش ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إلى 4 فرق، وعندما اقترب الجيش من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا مكة من جوانبها 4 شرط: ألا تراق قطرة دم في هذا الغزو. لا يريد أن تراق قطرة دم في هذا الغزو إلا أشخاصا لعلهم 6 أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. 6 فقط. راية الأنصار، وهنا نبين أمر خطير جدا، كانت مع سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وهو زعيم الأنصار وزعيم الخزرج وأحد السادة في المسلمين. قال كلمة خطيرة، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، أي